انا بحبك يا اماني، لكن انا ما اقدرش اظلمك اكتر من كده معايا. انت من حقك تكوني ام. ما تقولش كده يا طارق، انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك ابدا. احنا قفلنا الموضوع ده خلاص، ليه بس بتتكلم فيه تاني يا حبيبي؟ ده حوار بيحصل بيني انا وطارق كل فترة، بس كل مرة مشاعري من جوايا بتختلف. وعشان تفهموا قصدي كويس يبقى لازم تعرفوا الحكاية كاملة ومن البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير وبينا نبتدي. أنا أماني متجوزة طارق من 10 سنين ويمكن أكتر. احنا بنحب بعض قوي، هو من واحنا صغيرين. أصلنا كنا جيران، عارفين الحب اللي مستخبي، اللي كل واحد عنده مشاعر ناحية التاني بس ما بيقولهوش. هو ده كان حبنا. وبعد جوازنا للأسف ما خلفناش، وبعد محاولات كتير قوي اتأكدنا ان طارق مش هيقدر يخلف، وكانت حالته النفسية صعبة جدا أول ما عرفنا. يا حبيبي قدر الله ما شاء فعل، محدش بياخد كل حاجة. أهم حاجة إننا مع بعض يا طارق، دي لوحدها بالدنيا. وانت ايه ذنبك؟ ايه ذنبك تتحرمي من الخلفة؟ أنا مش هينفع أكمل معاكي وأظلمك. احنا لازم نتطلق يا أماني، انت من حقك تكوني أم. وهنا عليك، هنا عليك تنطقها يا طارق. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا حبيبي. هو اللي أنت يعني ما صدقت أي حجة عشان تبعد عني؟ ربنا لوحده هو اللي عالم. أنا أتمنى أكمل عمري كله معاكي، بس مش على حساب سعادتك أبدا. أنا مش هكون أناني معاكي، ومش هقدر أتحمل تعيشي معايا وأنتي حزينة، وكمان أكون أنا السبب في حزنك ده. أنا مش هسمح لك تندمي بعد فوات الأوان. صدقيني الخطوة دي من دلوقتي هتكون أسهل من بعدين. يا طارق، يا طارق، أنا فتحت عينيا في الدنيا دي كلها عليك ومش عاوزة غيرك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ده أنا كفاية عليا حبك ليا وحنانك ده عليا. اوعديني يا أماني، اوعديني في أي وقت تحسي إنك مش قادرة تكملي أو عاوزة تكوني أم تيجي وتقوليلي. أنا هقدر ده صدقيني، وهبعد عنك بكل هدوء. بس اوعي تكملي معايا وانت ندمانة وزعلانة على وقتك اللي عدى. وهو ده كان اتفقنا وقتها فعلا. كان طارق هو بس اللي فارق معايا. حبنا لبعض كان مغطي على أي شعور أو احتياج تاني. وهو كمان طول الوقت بيحاول يعوضني، بيعاملني أحسن معاملة، وحبه ليا بيزيد كل يوم عن اللي قبله. ده أنا قبل ما أحس إني محتاجة حاجة أو أطلبها هبص لاقيه جايبها لي. طبعا ده غير أخلاقه والتزامه. عارفين ما فيهوش عيب غير عيب واحد بس، هو إنه ما بيخلفش. أيوة ما تستغربوش، مع الوقت حسيت إن هو ده عيبه. أنا حاسة إن في حاجة ناقصاني، هو ده اللي كان بينكد عليا حياتي. وفي يوم كنت متضايقة قوي، كلمت هايدي صاحبتي، أقرب صاحبة ليا، هو ده الكلام اللي دار ما بينا. عاملة إيه يا هايدي؟ فينك؟ وحشاني. هي الحمد لله يا حبيبتي، طمنيني عليكي، مع إن بصراحة صوتك ما يطمنش. إيه؟ في إيه؟ أبدا، متضايقة شوية بس، عادي. نفس الموضوع برضو؟ اسمعي، البسي وهعدي عليكي نروح النادي نقعد شوية، بس المرة دي بقى مش عاوزة أي أعذار. يلا جهزي. وفعلا لبست ونزلت لها ورحنا على النادي. وهناك حصل اللي غير كل تفكيري ورتب أفكاري. بصوا اللي حصل من البداية. أيوة كده يا أماني، اخرجي واطلعي من المود الوحش اللي معيشة نفسك فيه ده على طول. وتفتكري يعني الخروج هيغير حاجة من الواقع اللي بعيشه؟ مالها عيشتك بس يا أماني، احمدي ربنا يا حبيبتي، محدش بياخد كل حاجة. جوزك إنسان محترم وبيحبك ومش مخليكي عاوزة أي حاجة، وغير كده هو كمان مديكي حرية الاختيار، يا تكملي معاه أو تكملي اللي ناقصك مع حد غيره. الراجل ما كانش أناني أبدا معاكي. أنا عارفة إن طارق بيحبني، وفعلا عمره ما كان أناني، دايما بيحاول يعوضني
وأنا عارفة إني اخترت حبه، بس غصب عني يا هايدي. أنا كل ما العمر يعدي بيا كل ما بحس إني محتاجة أكون أم، ودايما ببقى عايزة أصارح طارق وأطلب منه الطلاق، بس كلامه معايا ومعاملته ومواقفه بيكسفوني قوي. بتردد إني أبعد عنه، بس أنا دلوقتي مش قادرة أقاوم مشاعر الأمومة اللي جوايا دي، مش قادرة أقاومها أكتر من كده. أنا كنت بكلمك عشان تقوليلي أقول لطارق إزاي من غير ما أجي عليه أو على مشاعره. طب استني هنكمل كلامنا واحنا ماشيين. علا ورندا جايين علينا اهم. نسيت اقولك ان هما كلموني وقالوا لي ان هما جايين. اهلا، ازيك يا هايدي؟ ازيك يا اماني؟ فينك يا بنتي؟ ايه يا اماني، وشك ولا وش القمر؟ ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشني والله. معلش بقالي فترة كبيرة ما بنزلش. ما بتنزليش وبس، ده انت حتى ولا بتتصلي ولا بتسألي. طبعا يا ستي طارق شغلك عننا. والله يا بنتي بقى هقولك ايه، يا بختك. من غير حسد يعني يا اماني، بس فعلا ما شاء الله طارق جوزك ده مفيش منه، كفايه انه لسه بيحبك زي زمان واكتر. اوعي يا بنتي، اوعي تفرطي فيه ابدا. ليه يعني؟ ما جوازاتكم انتوا كمان زي الفل وبيحبوكم قوي. ربنا يسعدكم ويخلي لكم اولادكم. هقول ايه، معذوره، ما انت بقالك كتير ما بتعرفيش عننا حاجه. دوام الحال محال يا بنتي. عندك مثلا يا اماني جوزي، صدقيني انا ما بقتش قادره احبه زي الاول. ليه بس كده يا علا؟ ده انت روحك كانت فيه. كانت بقى، بس مع الوقت يا اماني حبك ده بيضعف لحد ما بينتهي خالص لو الطرف التاني مقدرهوش. انا تعبانه جدا معاه. عمرو عصبي لأبعد درجه، وبسبب عصبيته اللي بتوصل انه عادي يغلط فيا، او حتى ما فيش مانع انه يمد ايده. ما خسرش حبي وبس، لا ده كمان خسر اولاده. للأسف تصرفاته دي أثرت عليهم جدا وعلى علاقتهم بيه. امال تعملوا ايه بقى لو عايشين مع 7 البرومبا اللي عندي اللي انا عايشه معاه ده؟ هو انت كمان مال جوزك يا رندا؟ ده كان بيتحايل عليكي بس انك توافقي عليه. ده بقى اللي اسمه اتمسكن لحد ما اتمكن. اللي اتحايل عليا ده عشان اوافق عليه بقيت انا دلوقتي اللي بتحايل على كل حاجه معاه. بتحايل على وجوده في البيت، بتحايل على مشاعره اللي اديهالي، حتى المصاريف اللي باخدها منه بالعافيه البيع على ما يطلعها لي. معتمد على مرتبي، بخيل جدا معايا انا والولاد. لكن بره البيت بقى ومع اي ست تانية يصرف ومن غير حساب. انا بس مكمله عشان استقرار ولادي، لكن خيانته وبخله هيخلوني ما اكملش كتير. طاقة احتمالي اكيد هتخلص وهبعد عنه في اقرب وقت. بس الاول هأمن مستقبل ولادي. ما انت عارفه الراجل من دول لما بيطلق مراته ما بيصرفش حاجه على ولاده. نفسي افهم ايه العلاقه. فعلا كلمه راجل دي كبيره عليهم، مش على مقاسهم رجاله اليومين دول. وكملنا القعده وكل واحده بتفضفض وتحكي مشاكلها اللي عندها، وانا بسمعهم وساكته لحد ما استأذنوا ومشوا. ولقيت هايدي بتقولي: ايه يا اماني، مالك ساكته كده ليه؟ مفيش، بس انا متفاجئه قوي، متفاجئه من اللي سمعته من رندا وعلا. واضح كده ان مفيش حد مرتاح. على رأيك. طب بذمتك مش اللي يشوف مشاكل الناس وهمهم تهون عليه مشاكله؟ انا فاهمه قصدك كويس يا هايدي. انا فعلا لما سمعتهم اتكسفت قوي من نفسي، لان طارق ما يتعوضش. اوعي تفتكري ان سهل عليا ابدا ابعد عنه او اتنازل عن حبه ليا، لكن كمان مش قادره اتنازل عن اني اكون ام. يعني انت عايزه راجل يحبك وما فيهوش عيب والناس كلها بتحسدك عليه، وكمان عاوزه تكوني ام. اماني انت عاوزه تاخدي كل حاجه، وده مش صح. محدش بياخد كل حاجه ابدا. انا صممت انك تنزلي معايا النهارده رغم اني عارفه انك ما بتحبيش تخرجي، بس قلت لازم تشوفي بعينك حال غيرك وتقتنعي ان كل واحد واخد نصيبه في الدنيا بمنتهى العدل. لكن التقسيمه مختلفه، في ناس حظها الذريه، وناس حظها الصحه، وناس حظها حب. كل واحد
واخد حقه كامل، بس بشكل مختلف. عارفة، أنا كتير بقول لنفسي إن حب طارق ليا ده كبير قوي، وبسأل يا ترى لو خلفت عيالي هيحبوني كده؟ بس فعلا أنا مش قادرة أبعد عن طارق، وفي نفس الوقت مش عارفة أنسى إني أكون أم. مش عارفة أعمل إيه. طبعا يا أماني من حقك إنك تنفصلي عن طارق وتكوني أم، بس انتي ضامنة بقى قصاد كده هتخسري إيه؟ عارفة لو طارق مش كويس معاكي أو ما بيحبكيش، ولا حتى زي باقي الرجالة اللي بنسمع عنهم اليومين دول، كنت هقولك ابعدي وربنا يعوضك. بس ليه ما فكرتيش تعوضي إحساس الأمومة ده بشكل تاني، من غير ما تخسري حب عمرك، من غير ما تخسري راجل ما يتعوضش زي طارق ده، وفي نفس الوقت ترضي ربنا؟ إزاي يعني؟ تقصدي إيه؟ إيه رأيك لما تكفلي طفل أو طفلة؟ أنتي وطارق صدقيني غير ثوابكم الكبير ده عند ربنا، الكفالة دي هتعوضكم كتير. هتعيشوا مع بعض وانتم مش محرومين من إحساس الأمومة والأبوة. هو هيديكم المشاعر اللي انتم محتاجينها، وانتم كمان هتعوضوه عن مشاعر كتير نفسه يعيشها وتعيشوه في ظروف أحسن. وبدأت أفكر في كلام هايدي واقتنعت جدا بيه، وعرضت الفكرة على طارق، هو وافق جدا ورحب كمان. وفعلا تكفلنا بولد وبنت توأم. هو أول مرة من فترة طويلة أحس بالراحة دي ويكون عندي السعادة دي كلها. كل ما أبص لطارق أندم إني فكرت في يوم من الأيام أفرط فيه. فعلا طارق راجل بمعنى الكلمة. أما عن فيروز ومحمد بقى، فهم فعلا مالوا علينا حياتنا كلها. واتأكدت إن كل واحد في الدنيا واخد نصيبه كامل، 24 قيراط، بس بشكل مختلف. وحمدت ربنا على نصيبي. احمدوا ربنا يا جماعة على أي حال انتم فيه، وارضوا بنصيبكم. ربنا عادل جدا، ما بيظلمش حد. ولو قدرتوا قيمة النعم اللي في حياتكم هتحسوا بعدل ربنا. لو معاكم نعمة ما تتعوضش، ما تتنزلوش عنها أبدا. انتوا مش عارفين ساعتها ممكن تخسروا ايه.